الشرفي اللي انتقل لاتحاد بن قردان في نطاق الإعارة بطلب من قيس اليعقوبي، وكذلك تواجد عاطف الدخيلي على بنك البدلاء. دائما الكرة للنادي الافريقي اللي يبقى محافظ على الافضليه في نسبه امتلاك الكرة تقريبا 66%. وخليفه الهدف الاول، صابر خليفه يفتتح باب التسجيل. صابر خليفه يفتتح باب التسجيل للنادي الافريقي. ممتاز، يرتاح قيس اليعقوبي، يرتاح قيس اليعقوبي بعد ما سجل الافريقي هدف افتتاح باب التسجيل. الهدف الاول عن طريق صابر خليفه، الهدف الاول في 63 دقيقه لعب. صابر يمنح الاسبقيه، صابر يفتتح باب التسجيل للنادي الافريقي. حكيت على افضليه من ناحيه الفرص، من ناحيه السيطره، من ناحيه الضغط. الافضليه تجسد من خلال افتتاح باب التسجيل. هفوه من دفاع النجم المتلوي صابر خليفه بلمسه خفيفه يفتتح باب التسجيل، يمنح الاسبقيه للنادي الافريقي. هدف دون مقابل على حساب النجم الرياضي بن متلوي في 63 دقيقه لعب. تتغير المعطيات وتشتعل المدرجات. هدف يمنح ثقه للاعبين النادي الافريقي ولجمهور النادي الافريقي في المدرجات كما قاعدين تشوفوا على الصوره. البدايه من حمزه العقربي، كيموكو سيسوكو ما ياخذهاش، عاطف المازني يعمل الهفوه توصل لصابر خليفه بفنيات بداخل القدم يباغت بلال السويسي، ما لقالهاش حل المره هذه. حارس مرمى النجم الرياضي بالمتلوي. واحد النادي الافريقي لا شيء النجم الرياضي بالمتلوي. ما زالت المباراه، ما زال جاك بيسون كان ينجم يتعامل خير من هكا مع الكره، خرج فيها وجه لوجه راس راس مع بلال السويسي وما استغلش كره ذهبيه من اقدام صابر خليفه لتوصل الكره. صابر خليفه في فورمه كبيره، اللاعب الابرز في تشكيله النادي الافريقي. وسام يحيى والهدف الثاني. وسام يحيى تصويبه قويه. وسام يضيف الثاني للنادي الافريقي. الجولدن بوي، الجولدن بوي عاد من جديد. الكابتن وسام عاد من جديد. الجولدن بوي بتصويبه قويه يضيف الثاني. اي عوده لوسام يحيى للتشكيله الاساسيه تقترن مع اضافه الهدف الثاني. وسام يحيى كما جات، وسام يحيى امامكم الاعاده. الترويض والتصويب بقوه تعمل الرباط من اصعب الكرات على حارس المرمى وتدخل الشباك الثاني في 73 دقيقه لعب. بعد 10 دقائق من الهدف الاول الافريقي يضيف الثاني بعد هدف من صابر خليفه. هدف ثاني عن طريق وسام يحيى من تصويبه قويه. عوده الجولدن بوي الكابتن وسام يحيى يضيف الهدف الثاني لصالح النادي الافريقي.